السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي دلوقتي مشكلة عملية بتصور الأيام دي، وأنا شخصيا ناس كتير قوي سألتني فيها. بتتعلق بإيه؟ بتتعلق أنا مش عارف أنا مضيت على كام وصل أمانة في الحاجة اللي أنا اشتريتها. أنا هديك مثال يوضح لك الموضوع. أنا كنت شاري عربية أو شاري بيت أو شاري أي حاجة، وكنت شاريها بالقسط. فشاريها بالقسط ده معناه إيه؟ معناه إن أنا كل شهر هوفي لك بالقسط، هوفي لك وهتديني الإيصال الأمانة اللي أنا ماضي لك عليه. طيب انا حصلت لي ازمه ماليه او ما بقاش معايا فلوس او اي حاجه وما قدرتش ادفع لك، فقعدت فتره ما ادفعلكش، فجيت هسدد لك الفلوس اللي هي بتاعت الحاجه اللي انا اشتريتها، لقيت نفسي ناسي انا وقعت على كام وصل امانه. ففي نفس الوقت انا خايف ايه؟ خايف اسدد لك تيجي تقول انا ما خدتش، او تيجي تروح للقاضي خايف اسدد لك واخد منك الوصولات اللي عندك اللي انا مش عارف عددها، فتروح تقول لي القاضي ايه؟ تروح تشكيني باي وصل من الوصولات اللي فاتت، على اعتبار ايه؟ على اعتبار ان انا مش عارف هو انا وقعت على كام وصل. فانت ممكن تديني 5 ولو هم كانوا 6 فانت تشكيني بالسادس. فاعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا. هتعمل ايه؟ هتكتب مخالصه وتمضي عليها. المخالصه دي هيكون مضمونها ايه؟ هيكون مضمونها انك انت بتخليه بيقر فيها بانك انت وفيت له بكافه مستحقاتك الماليه. كافه مستحقاتك الماليه لحد امتى؟ لحد التاريخ اللي انت بتسدد فيه الفلوس. وبالتالي اي وصل امانه قديم بيتعلق بالموضوع بتاع شراء العربيه او شراء السياره او شراء العربيه او شراء البيت او شراء اي حاجه انت او اي عقد من العقود، وهو اللي عندك فلوس اقساط خاصه بيها كده، ما يقدرش يشكيك بيها. ليه؟ لان انت المخالصه دي هتضمن لك انك انت في خلال الاوقات اللي فاتت وفيت له بكل الفلوس اللي كان ليه عندك، وبالتالي ما يقدرش يطالبك باي حاجه. يبقى هي مشكله بسيطه جدا في اطارها انك انت تقدر تاخد مخالصه باقرار منه، انت بتخليه يبقى مقر بان انت وفيت له بكافه مستحقاتك الماليه. بس كده، شكرا.